نستهلها كالعادة بالعناوين. شفاء 5 مواطنين من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. غرس 1,200,000 شجرة في الإقليم الأوسط. جهود لتنمية قدرات المرأة في إقليم الكشبركة. المجاعة تهدد 22 مليون شخص بإفريقيا. تايوان تعتزم رفع نفقاتها العسكرية إلى مستوى قياسي. موجة حر غير مسبوقة تضرب الصين ومخاوف من فقدان المحاصيل الزراعية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. شفي 5 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,149. شفي منهم 10,046 وتوفي 103 مريضا. وزارة الصحة 25 من أغسطس. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية غرس أكثر من 1,200,000 شجرة في خريف هذه السنة في الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول السلطة في الإقليم الأوسط السيد إبراهيم تخلو غرس شتول الأشجار التي عدها 9 مشاتل في الإقليم بالقرى وحملة الطلاب التنموية والمؤسسات والأفراد وتنمو جيدا. وذكر أن الطلاب المشاركين في حملة التنمية قاموا في عمل استمر ل33 يوما في 49 نقطة ببناء المدرجات الحوضية وصيانة وإعداد الحفر لتشجير ورعاية الأشجار. كما قام عمال 31 مؤسسة في عمل نظمته الكونفدرالية الوطنية للعمال ببناء المدرجات والحواجز المائية وإعداد أكثر من 10,000 حفرة وتشجيرها في ضاحية دنب زاول في مديرية سرجعة، بالإضافة إلى غرس أكثر من 50,000 شجرة في نفير شاركت فيه 21 مؤسسة في مناطق ماي حوسة. ودعا المواطنين للعناية والرعاية بشتول الأشجار لضمان نجاحها. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم الكشبركة وضع برنامج عمل لتنمية قدرات العضوات مهنيا وإداريا. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوحنس في ختام الدورة التدريبية في الإدارة والقيادة أن الاتحاد يعمل جاهدا لتنمية قدرات المرأة المتواجدة في جميع المستويات. وتضمنت الدورة التدريبية التي شاركت فيه مسؤولات فروع المديريات وعضوات مكتب الإقليم إدارة القدرات البشرية والوقت والمحاسبة والتوثيق وحل الخلافات وأهمية القيادة الكفؤة. من جانبها أوضحت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات ساميكيل أن تقوية قدرات العضوات في الإدارة والقيادة يدعم ويعزز أنشطة الاتحاد. وذكرت المشاركات في التدريب بأن المعرفة المكتسبة تساعد لعمل جيد مصحوب بالمسيرة العملية. نظمت شرطة مديرية تسني سيمينار للشباب الطلاب حول أسباب وتأثير الجريمة والمخالفات وسبل مكافحتها. وأوضح قائد شرطة المديرية النقيب ستيفانوس كيداني أن 116 جريمة من جملة 143 جريمة منفذة في المديرية في الأشهر الستة الأولى من السنة، أي نسبة 81% قد تم القبض على مرتكبيها بتعاون الشعب. وذكر بأن معظم مرتكبي الجرائم هم من عمر 13 سنة إلى 18 سنة، داعيا أولياء الأمور تنشئة أبنائهم بالقيم السمحة وتوجيههم وتوخي الحذر من حوادث الحرائق. وقال إن 131 من الممتلكات والمواشي التي سلمت للشرطة سلم 31 منها لأصحابها و46 للذين وجدوها و19 أصبحت إيرادات حكومية، وتنتظر 38 من الممتلكات القرار بشأنها، مناشدا جميع المواطنين التحوط في مراقبة ممتلكاتهم.
وقدم شرحا بشأن توخي الحذر من الحوادث المرورية والحد منها، داعيا الطلاب لاحترام قوانين المرور أثناء قيادة الدراجات الهوائية والتعاون مع الشرطة. وأكد المشاركون في السيمينار على أهمية الارتقاء بمعرفتهم بالقوانين والنظام. تشهد مديرية قندع أنشطة نفير واسعة في 17 ضاحية لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق منذ شهر يوليو الماضي. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد دانيال برهاني أن العمل يشمل بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية والتشجير وصيانة الطرق الممهدة وإزالة الطمي من السدود. وذكر نجاح شتول الأشجار المستوطنة المزروعة على العام الماضي في مدينة قندع بنسبة 50%. وأشار إلى بناء جدار حماية من السيول المنحدرة من الجبال لحماية منازل مدينة قندع. وأوضح المشاركون في النفير بأن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لإكماله قبل حلول موسم الأمطار الشتوي. فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف. وقال بيان صادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في نيروبي أن البرنامج قرر زيادة حجم المساعدات في القرن الأفريقي مع ارتفاع مستويات الجوع بعد موجات الجفاف المتتالية. وألفت أيضا أن الجفاف يستهدف 8.5 ملايين شخص في القرن الأفريقي، ارتفاعا من 6.3 ملايين شخص في بداية العام الجاري. أعلنت تايوان أنها تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية التي ستصل إلى مستوى غير مسبوق في أجواء تصاعد الخلافات مع الصين التي نفذت هذا الشهر مناورات عسكرية غير مسبوقة قبالة سواحل الجزيرة. واقترحت تايبيه ميزانية عسكرية جديدة بقيمة 415.1 مليار دولار تايواني، أي ما يوازي 13.7 مليار يورو للعام المقبل، بزيادة قدرها 13% بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي. وينبغي أن يوافق البرلمان على هذا المبلغ القياسي. وقالت الهيئة المكلفة بالميزانيات في بيان إنه سيتم تخصيص مبلغ شراء طائرات مقاتلة. وأدت المناورات العسكرية الضخمة التي قامت بها الصين خلال الشهر الجاري بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، أدت إلى تصعيد التوتر في مضيق تايوان إلى أعلى مستوى منذ سنوات، ما زاد المخاوف من استخدام بكين القوة للسيطرة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. فرضت عدة مقاطعات في الصين قيودا في الأيام الأخيرة لمواجهة القيظ وارتفاع درجات الحرارة الذي تعاني منه البلاد، إذ بلغت مستويات الحرارة 45 درجة في بعض المناطق. وتسببت موجة الحر هذه بانخفاض مستوى الأنهار وبالتالي تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، مما وضع شبكة الكهرباء تحت الضغط أثناء تشغيل المكيفات بأقصى طاقة. ويرى مراقبون أن موجة الحر التي تعرفها الصين تشكل تهديدا خطيرا للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف، كما حذرت السلطات الصينية التي تخشى على الأمن الغذائي للدولة الآسيوية العملاقة. وفي هذه الأجواء قررت الحكومة تخصيص مبلغ 10 ملايين يوان لدعم المزارعين في مواجهة موجة الجفاف، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي. أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء العاصفة الآسيوية فلوريتا التي ضربت البلاد.
وأوضح المجلس أن العاصفة أثرت على حوالي 47 ألف شخص في 15 مقاطعة، كما تسببت في تشريد حوالي 10,300 شخص، لجأ معظمهم إلى 129 مركز إجلاء مؤقتا. وأضاف المجلس أن فلوريدا دمرت ما لا يقل عن 30 منزلا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 46 مدينة وبلدة. نهاية النشرة نذكركم بأهم وأبرز العناوين. شفاء 5 مواطنين من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. غرس 1,200,000 شجرة في الإقليم الأوسط. جهود تنمية قدرات المرأة في إقليم القشبركة. المجاعة تهدد 22 مليون شخص بأفريقيا. تايوان تعتزم رفع نفقاتها العسكرية إلى مستوى قياسي. وموجة حر غير مسبوقة تضرب الصين، ومخاوف من فقدان المحاصيل الزراعية. نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.